السلام عليكم ورحمة الله ورمضان كريم. ما بنتكلمش كتير عشان كل الناس بقت بتهري وبتتكلم صفحات كتيرة بتهري وبتتكلم. من أول توفيق عكاشة اللي هو بدايته كانت إن في ضابط متقاعد من المخابرات بيدله على شوية معلومات وطنية يتكلم بيها مع الناس ويقول لهم يعني إيه حروب الجيل الرابع والخامس وبتاع، لغاية ما صدق نفسه النهاردة إن هو خبير استراتيجي يعني. اسمع خبير استراتيجي زي سياده اللي هو سمير فرج مثلا، راجل كان قياده في الجيش المصري، حط 100 خط كده تحتها. اسمع العميد سمير راغب مثلا، راجل كان عميد في الجيش في المخابرات مثلا. يعني دول اللي اسمعهم ماشي، ناس كواليفايد يا جماعه، ناس مثقفه، ناس متعلمه. اذا ما كنتش متاسس صح من صغرك كده يعني، هيوديك الهوا ويجيبك كده ويلعب بيك زي ما هو عايز. بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي هو مليان فتن واهواء وعشرين صفحه. دكتوره منال عمر، رحيمه الشريف، الاتنين دول ده لسه قاري لهم قريب، يعني كل واحده منهم عامله خابور استراتيجي لوحدها. منال دي ضد الدين على طول، يلا في داهيه الاسلام يلا نرميه، ومش مهم ده خالص وبتاع. والتانية ديت عاملة نفسها ان هي انا مع السياسة المصرية وبتاع نظام احمد موسى، اللي هو قلة ثقافة مع وطنية، ما يمشوش برضو مع بعض قوي، هيدوك معلومة ناقصة يعني. اذا ما كنتش متأسس من صغرك، رحت كده ده اتعلمت يعني ايه ادب واخلاق من صغرك، اتعلمت يعني ايه تصلي، ويعني ايه ان انت مسلم مصري، مصري مسلم سني عربي قومي. اذا ما كنتش متعلم ديت من صغرك، والله ولا هينفع معاك حاجة، والله ولا 20 بوست ولا 70 مقال، ولا يهزك حد ولا حد يقول لك. اذا ما كنتش من صغرك كده متأسس يعني ايه المال الحلال والمال الحرام. مش لازم تبقى غني عشان تقول للشمال لا، يعني لا، تكون متأسس بس، يكون عندك شوية قيم. مش لازم اكون شيخ يعني ومولانا عشان خاطر اقول لا انا مسلم مصري عربي قومي بحب كل الدول العربية والدول الاسلامية. دي الابعاد بتاعتي. انا الاول عندي مصر بتاعتي احميها، واحمي اخويا المسيحي اللي عايش تحت مظلتي، ده اساسي. بعدين او ناقل بعده للدول العربيه، احمي السعوديه والامارات والخليج وبتاع. وده لا يمنع ابدا ان انا اتعاطف مع الدول الاسلاميه اللي بعدها، لان ده المحيط الاستراتيجي بتاعي اللي بعد كده. لو حد علمك غير كده حد غبي. لو في شيخ بدأ نعلمك غير كده، ده راجل جاهل ما هوش فاهم، لأنه بيفرق ما بين السنة والشيعة، بيفرق ما بين المسلمين اللي هنا والمسلمين اللي هنا، والمسلمين الأتراك اللي هنا والمسلمين اللي في أثيوبيا. ده بيفرق ما بيننا، وبيفرق ما بين المصري والعربي وما بين العربي والمسلم. ده غبي مش فاهم يعني ايه استراتيجي. ده نتاج ثقافة أمريكية استعمارية اللي هي كانت الإنجليز أمهم يعني، زرعتها ما بيننا قبل كده. بس او لو كان اب في كنيسه مثلا وقال لك الكلام دوت برضه غبي. احنا ما الكلام دوت ما فيهوش. لازم تتعلم كويس قوي ان انت عايش في حضاره شرقيه تقودها مصر، اللي هي من ساعه ما دخل فيها الاسلام وهي بتحمي كل الديانات فيها، واجب عليها. هي اللي تحمي المسيحي الشرقي، وهي اللي تحمي اليهودي الشرقي. هم مسيحيين الغرب معتبرينك مسيحي تبعهم؟ فوق يا عم، فوق يا عم. الكلام دوت كان زمان كان وهم وخلاص، اشاعه امريكاني طلعت عشان يفتتوا دولنا وبس. انت مالكش غير احنا، انت مالكش غير جيش صلاح الدين دوت، وجيش قطز، وجيش 6 اكتوبر 73 ده. هو ده اللي بيحميك ويحمي الثقافات والحضارات ويخلي الديانات والكنائس والمعابد موجودة. عمر ما كان في حد تاني بيقود وبيخلي الديانات الأخرى موجودة. لازم يضغط عليهم. النهاردة وزير الحرب بتاع الحاج ترامب طلع يقول ده دي. طبعا هما بيغلطوا كلام في النص كده، والمفروض ان احنا اللي نكبر دماغنا ونسكت. لو احنا بقى حد عندنا غلط كلمة يمسكوها ويبروزوها، و100 صفحة من المأجورة طبعا. يعني 99% من صفحات الفيسبوك مدفوعة دلوقتي، تلاقي باسم حد كده ومدفوعة. يمسكها لنا بقى. النهارده وزير الحرب بيقول لك احنا بنضرب ايران عشان خاطر دي حرب نهايه العالم، ارمجديون، اللي هي حرب نهايه العالم المتصوره في العهد القديم بشكل معين وعند المسلمين بشكل تاني. طبعا كلام فاضي، ولا دي نهايه العالم، ولا احنا وصلنا لنهايه العالم، ولا هو ده. احنا لازم دلوقتي نروح نحارب اليهود في فلسطين وقت ما شويه العيال بتوع حماس عملوا الهليله ديت ودمروا غزه؟ لا. وقفنا كلنا قلنا صح كده، موقف الدوله المصريه برافو عليها، فاهمه استراتيجي، فاهمه سياسه. ولا هو دي نهاية العالم فلازم كلنا نروح دلوقتي نحارب مع إيران؟ أبدا. إنما ده لا يمنع إن أنت تتعاطف معاهم. أنا عمري ما هكون في مربع واحد مع الغزو الغربي الصهيوني الأمريكاني لأي حد، عمري ما هكون في المربع ده. أنا على طول في المربع بتاع مصر عربي إسلامي، مصر عربي إسلامي شرقي، مصر عربي شرقي إسلامي. رتبها كده: مصري، ثم الإطار العربي، ثم إطار الحضارة الشرقية كلها، كل الدول الشرقية اللي جنب أحميها، ثم الإسلامي، ده الإطار الأوسع مني. بعد كده الإنسانية كلها تجمعنا كلكم لآدم وآدم من تراب. أيوة طبيعة، أتمنى السلام بين البشرية كلها. هو إحنا مخلوقين للحرب؟
اللي بيجري ورا الحرب ده انسان مريض زي صاحبنا ده اللي عمال بيستعمل القوة بس في الضرب والحرب وخلاص. ايا كان بقى اهدافه او ايا كان مين اللي سايقه، انتخابات مش انتخابات، النتن مش النتن هو اللي بيسوقه، كل دي اهداف تانية. لا يمنع ابدا ان انا اكون بحب مثلا السعوديه وبحب الامارات طبعا دول كلهم اخواتنا وحبايبنا، وان انا اكون متعاطف لان مش عايز حد يضرب ايران. دولة في الشرق ليها وزن استراتيجي، انا لما يخلصوا عليها ولا يخلصوا على تركيا يفضوا لي انا؟ لا، احنا لازم دايما دماغنا اكبر. عشان كده المصريين مميزين ان هم بيقودوا المنطقه. ليه؟ احنا دماغنا اوسع. ما تجريش ورا اي صفحه تضيق خلقك وتضيق دماغك وتقول لك اصل والله امبارح كان في خناقه بين واحد مسلم وواحد مسيحي، يلا بينا بقى نعمل 20 صفحه مسيحيه. ده كلام فاضي، ده هبل، مش وقته. شوف العالم كله ضدنا ازاي، وقف اتوحد. ادوس كده حتى لو في خناقه كده، ادوس عليها كده واقول له ماله، يهمني مصلحه بلدي. انا لما بروح انا على حاجات فيها توريدات ولا شغل، اقول والله بلدي احسن 100 مره، واخلي نظامها موجود والشغل بتاعها موجود وبتنمو وبتتطور لقدام، ولا اشتكيش انا دلوقتي واقول اصل شغلي قل شويه فيلا اشتم بقى واعمل صفحه شتيمه. غلب المصلحه الوطنيه والمصلحه القوميه والمصلحه العربيه والمصلحه الشرقيه كلها على مصالحك الشخصيه. خليك راجل متربي، خليك راجل مثقف شويه. لن يضيرك ابدا، ولا هتبقى شيعي بكره ان انت لو وقفت جنب ايران. الامام الاكبر، الناس العلامه، الناس المحترمه اللي احنا بنسمعها، اللي احنا بنمشي وراها. انا مش شيخ بس اعرف كويس قوي امشي ورا مين. عشان كده كنت شاطر في الدراسه طول عمري، اعرف انا اجيب ايه. والله ده كتب الدكتور فلان، ودي ما لازم الدكتور فلان، دي اللي انا هذاكرها وقت اللزوم، جهزتها خلاص. منين ما بتزنق اقوم رايح على لجنه الفتوى في الازهر سائل. منين ما انا عارف كويس قوي انا هسمع كلام مين. اسمع الامام احمد الطيب الشيخ الازهر المحترم اللي جاي في عصره في وقته عشان يقود اكبر مؤسسه اسلاميه بتقود العالم كله. قال لك احنا ما بقالنا 14 قرن عايشين سنه جنب شيعه، لا قتلنا بعض ولا موتنا بعض، والاسلام يتحمل الخلاف الفكري ده كله. لا انا بكفره زي الجهله ما بيعلموك، ولا هو يكفرني زي الجهله ما بيعلموه. ما عادي. ايه يعني؟ انما ده لا يمنع ابدا ان انا اتعاطف معاه. كنت عاطفي معاه مش هيخليني شيعي بكره، لا، ما انا مصري سني. انما هيخليني عارف كويس قوي ان عندي حضارتي اللي بيضربها حضاره الغرب دلوقتي بس. وده لا، ما تبقاش ملكي اكتر من الملك. ما تروحش انت عايش لي في السعوديه ولا عايش لي في الامارات، وغالبا الكلام ده بيطلع من المحدث نعمه، يعني لاول مره يشوف نعمه يعني، وتقعد تحيا الامارات العظيمه. يا عم ما احنا بنحب الامارات، ما احنا بنحب السعوديه، ما هم حبايبنا واخواتنا. بس كل واحد شايل شيلته. انا لو النهارده حطيت قواعد على ارضي، فبالتالي انا الامريكا بتضرب ايران، وايران عايزه ترد على القواعد الموجوده على ارضك، تبقى انت عارف ان ده الثمن. انت قبل ما تحط قواعد عارف الثمن. دافع عن نفسك، واما تبقى تزاني احنا موجودين يا عم نساعدك، بس من غير ما انت تقعد تغني لي والنبي عم المطبلاتي ولا المطبلاتيه اللي في النص. ما تقعدش تغني لي عاشت الامارات وعاشت السعوديه وطز في ايران. لا، انا عايز الثلاثه اسلام. انا عايز ايران ما تتضربش وما تتكسرش، وعايز السعوديه حبيبتي وما ما تتكسرش، وعايز الامارات حبيبتي وما تتكسرش. طب في شويه اضرار، مع الاضرار طبيعي، وانت بتقرر ان في تحالف استراتيجي مع امريكا بتدفع لها فلوس وبتحط لها قواعد عندك، عارف ان في يوم من الايام هتتضرب. يبقى الحلو قصاد المر، يبقى في كل حاجه لها ثمن. فهو بيدفع ثمنها، هم عارفين كده، والشعوب بتاعتها عارفه كده، وعايشين كويس ومبسوطين الناس وربنا يهنيهم واحنا وراهم كل شويه. قيادتنا العاقله الواعيه دلوقتي خارج، احنا 200% خارجيا تمام. احنا مشاكلنا شويه حاجات داخليه اقتصاديا بس، ادي مشاكل بس. الحمد لله عندنا من النعم كتير قوي تاني. كل شويه يكلموه احنا وراك، ما تقلقش، انت دافع بس بايدك دلوقتي لان الموضوع مش هيوسع قوي. يوم ما يوسع احنا عندنا حسابات اخرى، مراحل بقى تانية وتالتة ورابعة. دي سياسة، دي الاستراتيجية، سواء في الإدارة أو في البيزنس. اثبت كده وانشف، ودايما اتعلم انه والله انا كذا كذا كذا، ولكن ما تبقاش متطرف قوي، ده مع دول قوي يا ضد دول قوي. لا، الحياة ما فيهاش ابيض واسود بس، ولا في البيزنس ولا في السياسة ولا في اي حاجة. ما فيش ابيض واسود بس، غير في الحلال والحرام اللي ربنا منزله. الباقي كله عادي. انا مع دول ولكن انا برضو عندي الحته دي، انا مع ضد دول ولكن انا برضو مش عايز الحته دي. بس انا مع كذا. انا عامل معاهده سلام مع اسرائيل وصديق مع امريكا ومش عارف ايه وبتاع، ولكن ما يستخدموش المجال الجوي بتاعي، ولا انا ايدهم ان هم يضربوا حد. كل حاجه فيها جزء، ولكن فيها جزء بس اللي هو يبين شخصيتك. عباس الابيض في مسلسل عباس الابيض في اليوم الاسود بيقول لابنه اللي هو مش ابنه اللي هو كان بيربيه، وسايب بنته وابنه التانيين مع مراته اللي اتجوزت صاحبه.
فبيقول له انت ازاي يا عم عباس مريت بكل الاهوال دي ولسه واقف على حيلك لغايه دلوقتي؟ قال له لولا الكام لا اللي قلتهم في حياتي كان زمان انتهيت من زمان. رمضان كريم.